معانا والد العريس، ايه كلمه تقولها النهارده للكابتن سعيد؟ اقول له الف الف مبروك، ودي احلى فرحه عندي، ونفسي افرح من زمان، وهو دي اغلى حاجه عندي. بتبقى سعيد باداء الكابتن كده في المباريات وتيجي تتفرج على الماتشات؟ مش كل الاوقات لان انا بسافر، ودي اللي انا بتمناه من ربنا، اللي انا افرح بعيالي وهو ابني الكبير، وربنا يوفقه في مشواره. النهارده في كلمه كده هتقولها في ودن الكابتن سعيد، هتقول له ايه؟ اقول له الف مبروك، اقول له الف الف مبروك، وربنا يجعل ايامك كلها فرح، وربنا يتم عليك بخير. بالنسبة النهارده بصراحة يوم من أسعد الأيام ليا، هو اليوم ده بالنسبة لبنتي فرحة ما أقدرش أوصفها لك يعني. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يتم على خير يا رب، ويسعدها في الأيام الجاية كلها يا رب. كلمة النهارده تقولها للكابتن سعيد في ودنه النهارده تقول له ايه؟ أقول له خلي بالك من بنتي، ودي أمانة في رقبتك بقى يعني إيه، وبعطيك أحسن حاجة عندي، وربنا يتم لهم بخير يا رب والسعادة. ام العروسه وفرحه ما بعدها فرحه، النهارده تقول للعروسه النهارده تقول لها ايه؟ مبروك للعروسه والعريس. كابتن سعيد، فتوح النهارده بنبارك لك ونقول خطوه للاستقرار. الحمد لله خطوة كويسة إن شاء الله، وتكون وش خير عليها إن شاء الله، يا رب يكون وشها حلو إن شاء الله. لسه كسبنا أول ماتش اهوت، حددنا الخطوبة كسبنا 7-1، وإن شاء الله يكون وشها خير عليها إن شاء الله. كابتن سعيد، إيه الكلمة اللي أنت هتقولها لرانيا النهارده؟ لا يا رب يخليك ليا ويكون وشها خير عليها إن شاء الله يعني. كابتن سعيد ربنا يكرمه ويوفقه. كلهم إخواتي طبعا، ويعني ربنا يكرمنا يعني السنه دي، وتكون سنه وش خير على النادي بيلا، وانا وشكاره ان شاء الله، واصحى اخواتي كلهم درويش، وكل الرجاله اللي جت ديت اخواتي، وربنا يكرمنا ان شاء الله، ويكون وش خير علينا ان شاء الله، ونصعدوا السنه دي ان شاء الله. احلى كلمه تقولها النهارده يا كابتن؟ كل حاجه حلوه ان شاء الله. من سعيد لسعيد تقول له النهارده؟ اقول له الف مبروك، وربنا يتمم لك بخير يا رب، وتكون وش السعد عليك، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده في النادي، وتكون سبب في صعودنا، واتمنى له الخير يعني في اللي جاي ان شاء الله. نقول الاستقرار دايما بيفيد لاعب الكوره. طبعا الاستقرار جزء اساسي من لاعب الكوره، بيساعدوا على الالتزام، وبيساعدوا الالتزام بره الملعب وجوه الملعب، اكيد له عامل كبير يعني في اداء جوه الملعب وبره الملعب. سمعنا اشاعه كده ان في رفع المكافآت في نادي بيلا. رفع المكافآت في نادي بيلا؟ لا والله، هو في مشكله في تاخير المكافآت، بس عادي يعني، دي الظروف دي بتمر بيها كل الانديه، بس احنا برضو مركزين زي ما احنا عندنا هدفنا هو الصعود. النواحي الماديه ديت برضو مش هتاثر علينا، وان شاء الله برضو بامر الله هنصعد السنه دي بامر الله.
كابتن شكاره النهارده الكلمه اللي بتقولها للكابتن سعيد ايه؟ احب ارحب بحضرتك الاول يا كابتن احمد وبالبرنامج المحترم بتاع حضرتك، وبقول للسعيد النهارده الف الف مبروك، ويا رب عقبال لك كبيره يا رب، ودايما في فرحه وانتصارات مع الفرقه يا رب ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقك في حياتك يا رب ان شاء الله يا سعيد. بدايه الاستقرار لنادي بيلا يا احمد بدا من الدور الثاني. الحمد لله النادي دلوقتي مستقر بما فيه الكفايه الحمد لله، والناس واقفه جنبنا وجنب الفرقه، وباداره الجهاز الفني المحترم كابتن شحات وكابتن علي ومش عايز انسى حد، واللعيبه رجاله قوي، والجماهير اللي مساندنا ورانا بجد ومش سايبانا ولا ماتش، وان شاء الله باذن الله نوعدهم ان احنا نفضل زي ما احنا ونكمل ان شاء الله، ونوعدهم بالصعود ان شاء الله السنه دي ان شاء الله يا كابتن احمد ان شاء الله.